سوسته استنى قبل ما ننادي على سوسته، عايزه بس اقول لكم حاجه صغيره قوي كده. طبعا زي ما انتم عارفين الجو حر والناس كلها بقى دلوقتي رايحه تجيب التكييف اللي هو المحمول الصغير اللي بيتحط فيه تلج وما اعرفش ايه. وانا مش هكدب عليكم، انا دورت عليه بصراحه ولقيته، مش ما لقيتوش، لا موجود، وكان نفسي اجربه معاكم، رغم كده ان انا هبقى اخر واحده جربته تقريبا، بس قلت مش مشكله نجربه. المهم يا جماعه بصراحه لقيته غالي، يعني اللي هو انا هجازف ومش عارفه اصلا هيطلع حلو في الاخر ولا لا، فقررت ان انا اشغل دماغي واجرب لكم بقى اختراع مختلف محدش جربه قبل كده. انا ما شفتش حد جربه قبل كده عشان محدش يطلع يقول لي لا فيه، انا ما شفتش. وطبعا زي ما انتم عارفين بحب قوي اتابع انا الناس اللي بتطلع تقول لك اختراع ولا في الضياع، فانتاستيك ولا بلاستيك، عارفين الحاجات دي. فاتفضلوا معايا في الانترين نجرب الاختراع ونعرف هل هو يستحق ولا برميلات. طبعا انا قصدت يعني اصور كده والاضاءه ورايا يعني احط خلفيه، فاهمين قصدي يعني يلا ننادي على سوسته. سوسته انا شخصيا نفسي ان هو يطلع ناجح وشغال. جاهزين؟ طيب تعالوا بقى كده نشوف ايه ده. الاختراع ده عباره عن ايه يا جماعه؟ انا صدقوني بكتشفه معاكم لاول مره. بصوا كده معايا، تلاقوا هنا فتحه، وهنا فتحه، وهنا. الاختراع ده يا جماعه مروحه. طبعا هتقولوا لي طب فين الاختراع؟ هقول لكم الفكره ان احنا نلبسها كده، فالتهويه بتبقى على الوش، ومفروض انها بتطلع من هنا برده على الوش. انا مش عارفه الحقيقه مدى مصداقيه الكلام ده، او ما اعرفش هل ينفع نعملها كده. لا ما بتتنيش كده. اكيد انتوا طبعا مجربين المروحه اللي بتتمسك في الايد دي عادي جدا. انا مش عارفه بتشتغل منين. تلاقوا في نور كده هنا. المروحه دي فيها 3 مستويات. ادي اول واحد، اكيد سامعين الصوت. ادي تاني واحد، وده 3 مستوى. طيب في معلومه انا لقطتها غلط، وهي ان دول مش فتحات تهويه مبدئيا، دول المراوح نفسها، بس الهواء بيطلع من هنا. يعني هي الفكره انها بتتلبس كده، بندوس الزرار فين اهو. تعالوا طب نعلي شويه بقى لا، وفي على فكره برده هواء بسيط طالع من هنا يعني. او ناخد اخر مستوى بقى. بصوا شعري مش عارفه بيطير ولا لا. لما اجيب حاجه غاليه واحاول اكدب نفسي. طيب انا مش عارفه، انا خايفه اقول لكم الاختراع ده بكام. في هوا، في هوا، بس في بقى صداع مع الهوا. يعني واحنا بنستخدم البتاعه دي كده نبقى لابسينها ومعانا اي حاجه للصداع. انا بالنسبه لي طبعا تجربه مش ألذ حاجه لسببين. اول حاجه انها دوشه جدا من هنا. انا مثلا لو بكلم مع حد ولابساها، دلوقتي انا قاعده في مكان اهو بتكلم بكل جديه، طبعا لما حد بيكلمني هبقى اقول له ايه مش سامع حاجه. الصوت هنا منع الدنيا خالص. ثانيا حاسه تقيل على الرقبه مش خفيفه. انا اصلا من الناس يعني اللي بتعاني مشاكل في الرقبه. وبعدين حاسه في حاجه بتقرف، مش عارفه، حاسه هتلف شعري عليها اكيد بتهيألي. هو الهوا طالع هنا يا جماعه يعني. ممكن انا اقفلها شويه عشان تتقفل يعني. او لو جينا من هنا ممكن مثلا يجي لك عصب سابع. دي انا هلبسها على عيني، عشان ما بشوفش السعر اكتر من كده. ماشي اوكي. دي يا جماعه سعرها كان عامل، بلاش تعرفوا سعرها احسن. زي ما قلت لكم هنشوف يستحق ولا بربلات، فهو طلع بربلات للاسف. الواحد برده ما يمشيش ورا دماغه لما يكون في ترند يعني عايز يجربوا زي الناس ما بتجربوا. بلاش اي تجويد. او ممكن نستخدمها كسماعات بقى يا جماعه، عشان هو الموضوع كده يعني فاهمين. ما تنسوش تقولوا حابين نجرب ايه مع بعض، وان شاء الله بعد كده همشي وراكم مش همشي ورا نفسي.